حلقة اسألني. كل العالم بيسألوني على الانستغرام على الواتساب. هلا الاساطير، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد وحلقه جديده. اليوم الفيديو يا جماعه هي حلقه اسالني اللي خبرتكم عنها هذاك الاسبوع، وحطيت لكم على الانستغرام وعلى الواتساب وعلى اليوتيوب انه تسالوني اي سؤال بدكم اياه، انتم حرين، اسئله خاصه او اي شيء وانا راح اجاوبكم. فراح اخذ بعض الاسئله، واذا كثرت الاسئله لتاني مره او للحلقه الثانيه فبنجمعهم كلهم وبنقولهم بالحلقه الثانيه. فبيجي اول سؤال: دافيد جيمز، شو حلمك باليوتيوب؟ حلمي باليوتيوب ابني كوميونيتي عربي، اتعرف على اصدقاء جداد، ما بس لا شهرة ولا مصاري ولا شيء، هي بس نتعرف على اصدقاء، اوصل محتوى اللي انا بحبه. كيف قدرت تكمل؟ قدرت اكمل بتعبي. يمكن انتوا اللي وصلتوني لهذا العدد، مو بس انا نجاحي وصلني لهون، انتوا كنتوا واقفين معي من الصفر لهلا، ودعمكم لي ما وقف. هاي من وليد بن علي. هذا السؤال الثاني. بنتجه للسؤال الثالث. هبة عندها سؤالين، بتقلي وين مقيم؟ بأي مدينة؟ أنا مدينة لييج ببلجيكا. وبتقلي ايمت رح تعزمني على كبة؟ ايمت أعزمك على كبة؟ هلا أنت أهلا وسهلا، أنت بألمانيا، ايمت بدك أهلا وسهلا. شو كمان؟ خلينا ناخذ السؤال الرابع. هلا اعتبرناه سؤال، هن سؤالين اعتبرناهم سؤال. اروى الشيخ بتقلي اكثر شخص غلط بحقك مين؟ ولو كنت تعز شخص وتحبه وعرفت هالشخص غلط وحكى عليك، شو تكون ردة فعلك؟ اكثر شخص غلط بحقي، انا قلت لكم وراح اذكر الاسماء، في كثير عالم غلطوا بحقي وسامحتهم وكانوا هن كثير اصدقائي وعزيزين على قلبي، بس ما توقعت ابدا يطعنوني من ورا ظهري وهي الشغلات. كانت ردة فعلي غير انه سامحه، كانت ردة فعلي شوي قاسية، انه افرجي العالم حقيقته، فيمكن هي غلطت فيها. هذا سؤال اروى الشيخ. السؤال الخامس كوردو، باللي شد صار لك بمجال اليوتيوب؟ حبيبي صار لي سنة ونص مجال اليوتيوب، نشكر الله. السؤال اللي بعده العاب العرب. هذا سؤال كثير كل العالم سألوني اياه. سؤال ليش ما بتحب ابن سوريا؟ بتمنى تجاوب، اكيد راح جاوب. ابن سوريا كان صديقي ومن اعز اصدقائي، ولكن هو بلش يشوف حاله وبلش يكبر اكثر مني، مع انه نسي صاحبه ونسي رفيقه اللي دعمه اول شيء، نسي كثير رفقه منهم اللي تعاملوا معه، نسيهم كلهم وشاف مجال الشهرة كمجال احسن من انه تبني اصدقاء. الله يوفقه. هي العاب العرب. سؤال اللي بعده ذا ميسيكال نوب، حبيبي يا حلبي، محتاجين حلقة تشرح لنا فيها كيفية تثبيت سكوب على السلاح، وليش في ناس تضربك ضربة تموت مع انك انت ضاربه 1000. هذا سؤال عن الالعاب. تثبيت السكوب، انا عندي فيديو شلون بتثبت السكوب وكل الزومات، يعني شو تحط النسبة بالسنسيفيتي هي بالببجي موبايل، ما بعرف ببجي بي سي ولا مرة عاملها. هي الحساسية، سنسيفيتي يعني حساسية. وضربة موت لأنه يمكن هو في فرق البينج هو سرعة الإنترنت بينك وبينه، يمكن هو عنده أسرع، فهو بيقدر يضربك قبل ما أنت تشوفه، يعني هو بشوفك قبل ما أنت تشوفه. هاي السؤال. بلاك شو بقول ماذا لو هناك جيمرز قليل في العالم، هل ستكون الألعاب قليلة؟ ايه ممكن، اذا ما كان في كتير جيمرية فراح تكون الالعاب قليلة، ما في حدا يجربها، ما في حدا يعمل لها ريفيو، ما في حدا يقيم هاي الالعاب، فمنتجين الالعاب ما راح ينتجوا العاب جديدة اذا ما في لاعبين عم تلعب هاي الالعاب. بلاك شو حلو سؤاله.
بننتقل للسؤال اللي بعده. شو صار عنا أسئلة كمان؟ اوكي. مجد بومبر بلي ايش خطر لك تصير يوتيوبر؟ كنت احضر كتير يوتيوبرية اجانب وعرب، بس اكتر شي انهوست او هيك شدني على اليوتيوب هو علي المرجاني، يوتيوبر عراقي، بسبب الكوميديا تبعيته ويمكن جمهوره، مع انه هو عراقي وانا سوري بس نحن واحد يعني. ويمكن لعبة راست كثير شدتني انه انا اسوي قناة على اليوتيوب، لعبة سرفايفل. السؤال اللي بعده حنا اللي ايمت راح تبلش تلعب سي اس جو؟ سي اس جو هي كونتر سترايك، انا بلعب سي اس جو بس ما بنزل كثير، ما يمكن ما عندي غير فيديو او فيديوهين بقناتي كلها. فداء بتقلي عمرك حبيت من كل قلبك وعمرك وثقت كثير بحدا؟ عمري حبيت من كل قلبي، هذا سؤال كثير شخصي بس انا تكون راح جاوب كثير يعني راح جاوبكم. ايه حبيت في مرتين، حبيت من كل قلبي، وعمري وثقت بحدا كثير، وثقت بعالم بس طلعوا ما خرج ثقة ابدا. لك قديش بتلعب على الببجي؟ ببجي بي سي صار لي بلعبها من وقت ما نزلت، يمكن تقريبا سنة و3 شهور، وببجي موبايل صار لي 6 شهور بلعبها. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. مستر اوزي بيقول ليش العرب ما يتطورون بمجال الالعاب؟ يمكن المعدات اللي عندهم اياها ما بتخليهم يتطوروا. دايما الاجانب سابقينا بخطوة او بخطوتين ونحن بنقلدهم بكتير شغلات. يمكن ان عندهم ادوات، عندهم امكانية انه تصوير وهيك، عندهم انترنت احسن منا. كينج نعيم عنده سؤالين. شو اكتر يوتيوبر عربي بتابعه مو جيمر؟ وشو اكتر يوتيوبر اجنبي بتابعه بلعب ببجي؟ اكتر يوتيوبر بتابعه بس مو جيمر محمود بيطار ووسام تيكت، بس وسام تيكت اكتر. اكتر يوتيوبر اجنبي بلعب ببجي، اكتر يوتيوبر بلعب ببجي هو شراود، انا اكتر شي بحضره شراود وبحضر بسوسو على تويتش. بسألني سؤال تاني. اوكي. سألني على السكوبات، فراح جاوبك نفس الشي في فيديو، راح احط لكم رابط الفيديو تحت بالدسكربشن بصندوق الوصف كيف تظبط وتثبت السكوبات. سؤال صقر سوريا، شو الوضع بينك وبين سامر وحود من سوريا بغض النظر عن هذا الجواب؟ ما بدي اكمل السؤال لانه مو حلو ابدا. شو الوضع بيني وبين سامر؟ الوضع بيني وبين سامر صارت مشاكل وهو باع الصداقة، بس هو هلا كيوتيوبر الله يوفقه بحياته، ما بيهمني انا شيء، وما بحب انا العالم اللي عم تحكي عليه انه هو هاكر، لا هو لاعب محترف، بس في كتير مشاكل بيني وبينه ما ضروري يعني نحكيها لانه كل العالم بتعرفه، وراح يوصل للمليون الله يوفقه. قاسم غالب، شو طموحك بالمستقبل من خلال يوتيوب؟ اخوك كاظم من العراق. طموحي ما طموحي اوصل لعدد كبير، طموحي اوصل رسالتي، يوصل اسمي كيوتيوبر من حلب من سوريا، الوطن العربي شوي يعرفه، واوصل فكرتي واوصل محتواي اللي انا بحبه. اساسن ببجي بقلي اكتر كل بالحاويات اول ما بنزل 17 ما بحكي على ببجي انه ليش كلياتكم تنزلوا بالحاويات وبالمطار مشان بس تجيبوا عدد كيلات عالية؟ ايه اكيد كلياتنا ننزل بهالمنطقتين بالحاويات وبالمطار مشان نجيب عدد كيلات حلوة مشان ننزلها على اليوتيوب. الزعيم هيرو بقول السؤال ليش انت بطل؟ حبيب قلبي مشكور كتير. سؤالك حبيت اقوله يعني ليش انا بطل؟ انا ماني بطل، انا شخص عادي مثلك مثلي، بس يمكن انت بتشوفني بطل وعلى راسي من فوق. سامر شعراوي، حلبي انت تسواهم كلهم، لا لاعب صيني ولا لاعب تركي، احلى حلبي جيمر. حبيبي سامر، انا ما بشوف بحالي، بخلي العالم هي تشوفني اذا انا لاعب محترف ولا لا، بس انا بحكي عن حالي انا ماني لاعب محترف. اوكي. سعد غلونجي باللي كيفك رازق، سؤالي ليش ما بتجرب الببجي على الموبايل؟ انا كتير منيح، وانت كيفك؟
ما بجرب ببجي على موبايلي، ما بعرف حالي منوب وموبايلي ما بتحمل يعني رأسا بحمى وبترتفع درجة الحرارة فيه ولازم اشحنه. فيمكن اذا كان عندي ايباد يمكن بقدر العب الببجي. مجرم سكوب، ايش خلاك تلعب ببجي وتخلي قناتك عنها؟ اول شي قناتي ما كانت على ببجي، كانت على راست، وبس نقلت للببجي لانه هي اكتر لعبة ديرجة بالسوق. بس انا نشكر الله هلا محيتها، خلص عجزت منها بعد 6 اشهر او 7 اشهر عم بلعبها، صار لها اللعبة سنة تقريبا، سنة تماما، فعجزت يعني. كان بس عم بخلي المحتوى بالقناة ببجي حتى ندرج مثل السوق، شو بقولوا يعني ندرج مثل السوق، ايش عم ببيع بالسوق نحن نكون موافينه يعني. سعد بقول لي وين ساكن رازق وشو بتشتغل؟ ساكن ببلجيكا بلييج، ما بشتغل بدرس. بدرس شو بدي اقول لك، هندسة تصاميم وهيك شغلات. شو كمان عندنا سؤال، ارهاب البونشاوي بيقول لي ليش ما بتنزل حلقة مع علي المرجاني؟ حبيب قلبي نزلت الحلقة، وكمان رابط الحلقة راح احطه تحت بالدسكريبشن صندوق الوصف. حلقة هي لقطات ببجي بي سي متنوعة، بس كذا مرة لعبت مع علي المرجاني. علي المرجاني هو من اضخم واقوى اليوتيوبرية العرب بالوطن العربي، بس عن جد انسان خلوق وما متكبر ابدا. حلبي مستر بلاك انمي بيقول لي كيف كانت بدايتك باليوتيوب؟ كانت بداية كتير بسيطة جدا، كنت على اللابتوب، كنت اقعد على تختي والعب وامنتج وكل شيء، ما كان عندي شيء. بعدين تطورت يعني لحتى وصلت لهون. كينج بيقول لي شو بتشجع بكرة القدم؟ بشجع ريال مدريد برغم خسارته، برغم انه طلع من كافة البطولات هالسنة، بس انا بشجعه لان وقت ما كنت صغير بشجعه، مدريدي للدم، ما عاد يكتب لي شيء. بالاخير السؤال الاخير هو من اختنا الغالية روان ببجي اليوتيوبرية، بتقلي شو اللي دفعك تسوي قناة يوتيوب، وشو الشيء المختلف اللي تريد تقدمه لانه منافسينك هواية يعني هواية يعني كتير. اللي دفعني اسوي قناة على اليوتيوب كأنه انا ما شايف كتير حلبيين او من محافظتي من حلب يعني دخلوا مجال اليوتيوب من حيث الالعاب. محمود بيطار من حلب، في كذا يوتيوبر، محمد جواني، كلهم هدول من حلب بس ما مختصين بالالعاب. وشو الشيء المختلف اللي تريد تقدمه لانه منافسينك هواي؟ الشيء المختلف انه اعطي نكهة للفيديو، مو مثل البقية مثلا اغير شوي يعني انه كلهم بنزلوا على الببجي، بس فيني انا اعطي نكهتي الخاصة. وقت انا افتح كاميرا وقت احكي معكم دايما بشوفوني بقول لهم كيفكم شو اخباركم، يعني انه بسأل عليكم. هاي يمكن النكهة الخاصة يمكن اللي بتخليني اختلف عن غيري. في كتير منافسين ونحن قد التحدي ان شاء الله. بشكركم كتير على الاسئله، لهون بكون خلص الفيديو تبعنا. لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس لكم كل شيء جديد من القناه. كان معكم اخوكم رازق من قناه حلبي جيمر، وان شاء الله نشوفكم بالحلقه الثانيه من فقره اسالني. والسلام يا اساطير.